قال لي طب وإيه الفرق؟ قلت له الفرق كبير طبعا. أولا لما اتجوز من تركيا هعيش هناك، غير إني هتجوز راجل رومانسي وبيحبني وبيحترمني وبيقدر أي حاجة أعملها، هعيش حياة أكون فيها سعيدة. ضحك وقال لي هو أنت فاكرة إن أنت هتتجوزي مهند؟ أنت فاكرة الحياة في تركيا زي المسلسلات؟ بجد يا ريماس لو بتفكري كده بجد أنا بشفق عليكي، وفي نفس الوقت أنا خايف عليكي عشان الحياة مش زي ما أنت بتحسبيها خالص، أنت عايشة في أوهام. وسابني ومشي. حسيت إني غضبانة قوي لما لقيت تعبيراته اتغيرت لما عرف سبب رفضي ليه، أكنه كان ندمان إنه فكر يتجوزني أو شاف إن عقلي صغير. المهم إني مهتمتش بكلامه وفضلت أرفض في عرسان، وفضلت من غير جواز لحد ما في يوم كان في شركة محتاجة متحدثين باللغة التركية، والشركة دي كانت مشروع استثماري، يعني صحابها أتراك. وطبعا قدمت فيها واتقبلت بكل سهولة. وفي أول يوم رحت الشركة لقيت فريق العمل بيضم مجموعة من المصريين على مجموعة من الأتراك. فرحت قوي وقلت بس هنا هلاقي فتى أحلامي، بس مش عايزة أبين أي حاجة، هو لازم يجي من نفسه. ورغم إن كان ليا زمايل كتير بس أنا كنت مركزة في شغلي، كنت دايما بغلط في الشغل لأن أنا ما اشتغلتش في شركة قبل كده. فكان في واحد زميلي كان دايما بيساعدني، الشاب ده كان اسمه براك. ورغم إن اللي كان بينا كلام في حدود الشغل، مع الوقت اتشدت له. كنت بحس إنه معجب بيا بس مش بيقولي، والكلام جاب بعضه وعرف مني إني بحب تركيا قوي وبحب الأتراك ونفسي أعيش هناك. ساعتها اتجرأ وقال لي إنه بيحبني من زمان وإنه عايز يتجوزني. فرحت قوي إن حلمي بيتحقق. رحت قلت لأهلي، رد فعلهم صدمني. بابا قال لي لا أنا مش موافق، لأن هو من بره البلد وإحنا ما نعرفش عنهم حاجة وما نعرفش حاجة عن عاداتهم وتقاليدهم. وماما قالت لي أبوكي عنده حق، افرضي سافرتي معاه وحصلت لك مشكلة هناك هنعمل إيه ساعتها؟ المهم فضلت وراهم لحد ما بابا وافق يقعد مع العريس. وفعلا براك إجا البيت